ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم طاجن عظمه. جربوه بطريقتي وهيعجبكم جدا. هعمل طاجن لسان عصفور بالكبده والقوانص، وهندخل معاه الخضار عشان يزود لي القيمه الغذائيه فيه. اول حاجه باجي في البرام او الطاجن اللي انا هعمل فيه، ببتدي احط بصل مفروم. بفرم مثلا بصلتين متوسطين ناعم في الماده الدهنيه اللي انتوا عايزينها، بس انا حطيت سمنه بس. حابين تحطوا سمنه وزيت تمام، حابين تستكفوا بالسمنه بس تمام. اول ما بقلب البصله لحد ما تصفر بالشكل ده، وابتدي اكون غاسله الكبده والقوانص كويس جدا، وهبتدي انزل بالقوانص الاول. انا مقطعاها قطع يعني كبيره شويه، يعني مقطعه القوانص على قطعتين بالظبط. عايزين تقطعوها قطع صغيره براحتكم. تمام، ببتدي اقلب في القوانص تقليبه حلوه كده لحد ما تغير لون، وهنزل بقى بملح وفلفل اسود وسبع بهارات. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن. تمام، ببتدي بقى ادي تشويحه تانية. تمام، هتفضل ايدي في القوانص حوالي 5 دقايق، وبعد كده هنزل بحوالي ربع كوبايه ميه، وهغطيها وهسيبها 10 دقايق، وهشوف لو القوانص استوت تمام. ما استوتش هنسيبها لحد ما تستوي سوا كامل. تمام، هاجي بقى انا هنا كانت استوت معايا سوا كامل والميه اتشربت. هنزل بقى بالكبده. طبعا انا حطيت القوانص الاول عشان بتاخد سوا معايا شويه. تمام، هنزل بقى بالكبده بعد ما القوانص استوت معايا سوا كامل. وده كده هنبتدي نعلي النار عشان الكبده معايا ما تنزلش ميه وتاخد تشويحه حلوه وتستوي على طول. هفضل اقلب في الكبده، هقلب فيها كويس، ولو عايزه ادي بق ميه صغير كمان ماشي تمام. مش حابين، هي كده كده هتستوي تقلبتين تلاتة والكبده مش هتاخد معايا وقت. تمام، هنبتدي بقى اول ما الكبده تستوي خلاص هطفي النار، وهنركن معايا البريم ده على جنب، ونيجي بقى نعمل ايه؟ لسان عصفور بالخضار. هبتدي معايا اشوح لسان عصفور في معلقه سمنه كبيره، واول ما يوصل للون الذهبي دوت هبتدي انزل معايا بخضار مقطعينه. تمام، ومقطعه فيه بصلايه كبيره جوليان، هتدي طعم جميل وشكل حلو قوي. خلاص، هبتدي بقى انا اهم حاجه وانا بقلب لسان عصفور بقلبه، ما بسيبش اي حاجه بتتحمر، ما بحاولش ان انا اسيبها وارجع اقلبها تاني عشان تبقى لون واحد. خلاص، هنيجي بقى نعمل صلصه هنا هنسقي بيها لسان عصفور. بحط كوبايتين من عصير الطماطم. انا الطماطم دي كنت مفرزاها في الفريزر فطلعتها دوبك فكت بس، وابتديت انزل عليها. لو في كوبايه شوربه تمام، مفيش هنبتدي مكعب مرقه في ميه مغليه ونقلبه كويس، وننزل بيه على صلصه الطماطم. تمام، وهننزل بملح وفلفل اسود وسبع بهارات فقط، مش هحط اي حاجه تاني. هدي تقليبه حلوه، وهرجع بقى لسان عصفور بالخضار، هقلب عليه الصلصه ديت اللي احنا فكيناها بشويه الشوربه او المكعب المرقه في ميه. تمام، وهدي تقليبه حلوه وهسيبه بالظبط 5 دقايق. تمام، هيكون معايا حوالي 3/4 سوا او نص سوا بالظبط، وعلى نار هاديه. وهقلب كل شويه، يعني كل دقيقه هقلب تقليبتين عشان لسان عصفور ممكن يلزق مني تحت، او ممكن ما يكونش اتقلب كويس معايا بالخضار. فاحنا كل دقيقه هندي تقليبه لحد 5 دقايق وهطفي النار. تمام، هيكون هنا معايا بصوا اتشرب اهو الصلصه خالص، ما بقاش فيه اي صلصه، هيبقى فيه ماده سايله بسيطه جدا. هننزل بيه هنا على الكبده والقوانص وندي تقليبه حلوه لحد ما اتاكد ان لسان عصفور بالخضار اتقلب كويس بالكبده والقوانص. وهبتدي بقى انزل بشويه ميه حوالي نص كوبايه، كوبايه الا ربع. المهم ان انا احاول ان انا افك لسان عصفور شويه عشان يكمل سواه في الفرن ويكون مستوي كويس جدا. مش عايزه ازود برضو الميه عشان ما يعجنش مني، انا عايزه الخضار ما يطلعش معجن. تمام، فانا هنا سبته من فوق حوالي 5 دقايق كمان، وبعد كده دخلته الفرن على نار هادية على درجة حرارة 180، وهسيبه لحد ما يستوي خالص. وهفتح الشواية، هو مش هياخد معايا لون اكتر من كده لان انا مش حاطه فوق جبنة او اي حاجة تديني حمار اكتر من كده. فاحنا هنسيبه بالظبط 5 دقايق على الشواية. بعد ما اتاكد خلاص ان هو استوى من تحت، هنبتدي نطفي النار ونشغل الشوايه. هيطلع معايا احلى طاجن لسان عصفور، هتجربوه بالكبده والقوانص، وهيكون احنا دخلنا له خضار فخدنا قيمه غذائيه متكامله. هيعجبكم جدا. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.